في البداية خالص المواساة والتعازي لأهلنا بقطر في وفاة 3 موظفين من موظفي السفارة القطرية بالقاهرة أثناء انتقالهم لمدينة شرم الشيخ. الحادث وقع بقرب منطقة اسمها نفق بعيدة عن شرم الشيخ بحوالي 50 كيلو. كان انتقالهم لشرم الشيخ لإعداد بعض التجهيزات اللوجستية لتجهيز الوفد القطري للمشاركة في اتفاق السلام الخاص بغزة. خالص التعازي والمواساة. وعايز أقول لكم على حاجة، اللي وقف جنبك في مجلس الأمن وألقى خطبة وكلمة واضحة صريحة وحط كل حاجة بمسماها، كان السفير المصري بجوار السفير القطري في الأمم المتحدة. عمره ما يتآمر عليك. للأسف انتشرت بعض الإشاعات، الأخبار المغلوطة، سواء كانت عمدا أكتر منها غير مقصودة، وإن مصر بلد غير آمنة. إخواتنا القطريين عندهم الوعي بالشعب المصري بالحكومة المصرية. اوعوا تصدقوا السوشيال ميديا وأهدافها. عدونا مش شاطر، احنا اللي خايبين. كل اللي بيحاول يزرع الفتنة بين مصر وبين أي دولة عربية تعرف إن هو ده العدو بتاعك. خالص التعازي الإخوة القطريين ولأمير قطر وشعب قطر.